فانتزي السنة دي دخلها ناس كتير جديدة، وناس كتير برضو ما بتتعلمش من أخطائها السنين اللي فاتت. الجولة الأولى تألق فيها لعيبة كتير، منها رايندرز وسيمينيو ووود وأكيتيكي وجاكبو وبالارد لاعب ساندرلاند وغيرهم كتير. وطلع فيها ناس بلانك كتير جدا، زي مثلا بوين وجواو بيدرو وساكا ويوكراس وتيمبر وواتكنز وغيرهم كتير. الناس الجولة اللي فاتت راحت تجري عشان تشتري رايندرز وسيمينيو، عشان نشوف ارتفاع غريب في الأسعار من أول جولة. وقبل ما أكمل وأقولك إيه اللي حصل، اعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة، وتابعنا على فيسبوك بننزل هناك الأهداف ونصائح للفانتازي. ويلا نكمل. شفنا رايندرز مثلا اشتراه 1,300,000 شخص. شفنا سيمينيو 1,050,000 اشتروه. أكيتيكي 680,000 اشتروه. وبالارد 550,000 اشتروه. وده خلانا نشوف الزيادة اللي حصلت في الأسعار من أول جولة، ودي غلطة كبيرة. زي ما شفنا النهاردة رايندرز أمام توتنهام لعب نص ملعب مايل للدفاع شوية، وبالارد خسروا النهاردة أمام بيرنلي 2-0 واتصاب في أول نص ساعة. وطبعا هنلاقي تاني نص الناس هتبيعه، وده هيخلي سعره ينزل تاني. وشفنا النهاردة جيوكراس اللي ناس كتير باعته بعد ماتش اليونايتد، عمل أداء جامد جدا وحصد 12 نقطة بعد ما سجل هدفين. وتيمبر اللي جايب 24 نقطة، اللي أغلب الناس باعته بعد الجولة الأولى. شفنا بوين اللي طلع لتاني جولة بلانك. والفانتازي ليها قوانين كده الناس القديمة بس اللي عارفاها، منها إن مش معنى إن لاعب تألق الجولة دي تجري تجيبه، ومش معنى إن طلع بلانك في جولة يبقى تمشيه. جواو بيدرو في 500,000 باعوه بعد أول جولة، وزعلهم كلهم الجولة دي بعد ما جاب 15 نقطة. زي ما انتوا شايفين على الشاشة قدامكم إن رايندرز أكتر لاعب الناس اشتريته الجولة دي، وفي 18 مليون عملية بيع اتعملت بعد أول جولة بس. أكتر ناس اتباعت الجولة دي هم بالمر وفريمبونج بعد ما اتصاب إصابة خطيرة وهيرجع بعد التوقف الدولي، وباوين وواتكنز ووان بيساكا. نجم الجولة التانية حتى الآن هو تيمبر ب 24 نقطة، الأفريج 31 نقطة. الدور عليك بقى تقول لنا عديت الأفريج ولا لأ.